كان يا مكان في سقف العصر والاوان يحكى ان كان في لاعب اسمه عدي الدباغ. عدي الدباغ ده يا ولاد كان رايح انفراد على حارس الجونه. حارس الجونه قال الوحش الوحش، راح شاله من على وش الارض، قال له والله ما انت معدي، وكعبله فعلا. والحكم راح، المفروض يحصل ايه يا جماعه؟ المفروض الحكم يطلع له انذار احمر ويطرده بره. الحكم قال له لا، انت ما كنتش تقصد، انت حارس انت حارس محترم، انت حارس جميل. عدي الدباغ ده هو اللي وحش، هو اللي ما كانش رايح على الجون، هو كان طلع على الكورنر. وفعلا اداله انذار اصفر بدل ما اداله انذار احمر، ولعب فاول من قلب منطقه الجزاء. ده اللي حصل. انا ما عنديش مشكله في كل ده، قسما بالله ما عندي مشكله في كل ده. انا عندي مشكله مع الرياكشن بتاعنا. فين الرياكشن بتاعنا؟ فين رياكشن عدي الدباغ؟ ولا اي حاجه. فين رياكشن اللعيبه؟ ولا اي حاجه. فين رياكشن فريرة؟ ولا اي حاجه. فين رياكشن عم ناصر محمد اللي كان بيصلي العيشه دوت ولا كان ولا اي حاجه. المفروض كل دول كده اللعيبه واللعيبه عدي الدباغ يتجمعوا على الحكم، يقولوا انت ايه روح للفار شوف مش عارف ايه، تعمل رهبه للحكم، تحسوا ان في حاجه. اذا كان هو ما شافش يشوفها، تعرف روح الفار يشوفها. من اسمه ده فريرا وناصر محمد على الخط يزعقوا للحكم الرابع تعالى شوفها مش عارف ايه وبتاع، حتى لو خد انذار فريرا هو وناصر محمد ايه اي مشكله؟ ما فيش اي مشكله، بس اهم حاجه تثبت حقك حتى لو ما خدتوش، بس اثبتوا ان في حاجه حصلت هنا، تبين للناس كلها والاعلام ان في حقك ما انت ما خدتوش، وانت ممكن تاخده بالضغط وحقك فعلا، لكن انت للاسف ما خدتوش، فرطت فيه بسهوله جدا. ما هو دي الحاجات الصغيره اللي بتجيب لك الدوري، الحاجات اللي ممكن تاثر. كنت ممكن يطرد الفريق بتاعهم ينقص، تفتح لك ثغره في منطقه الدفاع دي بتجيب بيها جون وتكسب الماتش ده. لكن انت للاسف بتفرط في حقك بسهوله جدا، زي ما فرطت في حاجات كتير جدا سلبيه. صح، سلبيه، معلش.